أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة الجزائر الدولية، تغطية خاصة فحواها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، إن التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما شارك الرئيسان قبل قليل في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين. أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على مراسيم توقيع 13 اتفاقية تعاون بين البلدين، وتشمل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليهما بمقر الرئاسة الجزائرية عقب محادثات بين الرئيس تبون ونظيره التركي عدة قطاعات. توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأناضول التركية، توقيع اتفاقية الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية، توقيع على مذكرة تفاهم في مجال البيئة، توقيع اتفاقية بين شركتي سوناتراك الجزائرية وبوتاش التركية، توقيع مذكرة تفاهم في ميدان التشريفات، التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجزائر وتركيا حول الإنتاج السينمائي المشترك، والتوقيع على اتفاقية توأمة بين المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزيرالدا ومستشفى مدينة باشاك شهير وكذلك التوقيع على إعلان وزاري مشترك حول نية التوقيع على اتفاق التجارة التفاضلي بين الجزائر وتركيا، وكذلك التوقيع على اتفاق تعاون في مجال حماية المستهلك وتفتيش السوق ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى التوقيع على بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال الأرشيف، والتوقيع على العديد من المذكرات كما تحدثنا حول هذه الاتفاقيات بين الجزائر وتركيا. ولإثراء النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي هنا في البلاطو الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ أحمد الحيدوسي، مرحبا بك سيدي. كما أرحب كذلك بالمتعامل الاقتصادي الجزائري الأستاذ حمزة بن عون، مرحبا بك سيدي. ويتواجد معي عبر خدمة سكايب الأستاذ محمد وعراب، رئيس مركز العلاقات الجزائرية التركية من اسطنبول، مرحبا بكم جميعا. أبدأ بك دكتور أحمد الحيدوسي، ربما كيف نقرأ الآن العلاقات الجزائرية التركية في هذا التوقيت مع كل هذا الزخم للاتفاقيات والشراكات منذ سنتين أو أكثر، خاصة مع اللقاءات بين الرئيسين، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان؟ العلاقات الاقتصادية وحتى كذلك السياسية الجزائرية التركية في تصاعد مستمر، بدليل أن اليوم حجم الاستثمارات التركية في الجزائر يعني بلغت مستوى مهم جدا 6 مليار دولار، وتعتبر تركيا أول شريك ومستثمر في خارج قطاع المحروقات في الجزائر. كذلك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة كذلك عرف منحنى تصاعد، اليوم مبلغ يعني في سنة 2022 5.3 مليار دولار، ويتوقع أن ينهي سنة 2023 بأكثر من 6 مليار دولار، بالإضافة إلى يعني حجم أو عدد الشركات التركية في الجزائر أكثر من 1500 مؤسسة، هذا ما سمح بفتح أكثر من 30 ألف منصب عمل، وبالتالي يعني نمو العلاقات التجارية اليوم ارتقى إلى مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ورغبة البلدين في من خلال هذا التعاون الاستراتيجي ومن خلال هذه الدورة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، رغبتهما ببلوغ أرقام يعني أكثر وأكثر. نتحدث عن 10 مليار دولار حجم التبادل التجاري، نتحدث عن كذلك استثمارات، يعني رفع من حجم الاستثمارات سواء بالنسبة للجانب التركي في الجزائر ولم لا الاستثمارات الجزائرية في تركيا. اليوم كذلك الجزائر لديها عدة ورشات من بينها إصلاح المنظومة المصرفية، وتركيا يعني تريد أن تنقل التجربة البنكية إلى الجزائر من خلال فتح فرع بنكي هنا في الجزائر. كذلك في مجال الطاقات المتجددة، في مجال المحروقات، وشركة سوناتراك من خلال استراتيجيتها ورؤيتها الاستثمارية الحديثة يعني إلى غاية تمتد إلى غاية 2027 يعني، وخصصت أكثر من 40 مليار دولار. تركيا تريد أن تنخرط في هذا المسعى من خلال إقامة مشاريع مشتركة، بدليل أن يعني مصنع لتمييع الغاز في تركيا يعني بشراكة بين الجانبين، الطرف الجزائري والطرف التركي. اليوم ارفع حجم
الصادرات الجزائرية نحو تركيا من أكثر من يعني كانت بعدما كانت 4 مليار متر مكعب سنويا، اليوم ارتقت إلى أكثر من 5.5 مليار متر مكعب. هذا يصب في رفع حجم التبادل التجاري وحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبالإضافة إلى مشاريع أخرى مهمة يعني صنفها قانون الاستثمار بين يعني وضعها قانون الاستثمار في الأولوية للمستقبل القريب. الأستاذ حمزة بن عون، كمتعامل اقتصادي، هناك قانون استثمار جزائري جديد على الأرض، وهناك تواجد تركي للعديد من المؤسسات التركية في الجزائر، 1400 مؤسسة تركية في الجزائر. هل سيساعد قانون الاستثمار على تحسين مناخ الاستثمارات ودخول الأتراك وتوسيع استثماراتهم هنا في الجزائر مع كل هذه المعطيات الجديدة والإرادة من الجانبين لتعزيز هذه الاستثمارات وحجم المبادلة التجارية؟ أكيد أنه هذه الزيارة تتفائل بتغيير بعض المعطيات وعلى إثرها أو على تغيير أو تعديل القانون الاستثمار في الجزائر، كذلك يبشر بانفتاح السوق الجزائرية على الاستثمارات الأجنبية، وهذا اللي ينتظر فيه المتعامل الاقتصادي الجزائري، بحيث أنه يعقد شراكات ويوسع استثماراته على المستوى الدولي. والقانون هذا يشجع المتعامل الاقتصادي ويفتح الباب على مستثمرين أجانب، من أهمهم المتعامل أو الشريك التركي. كما أسلفت أنه العديد منهم ولجوا السوق الجزائرية. هذا راح يزيد من التبادل والتعاون بين البلدين، ولا شك أنه فيه بوادر تعزيز التعاون في هذا الميدان. نعم، بوادر تعزيز التعاون. الأستاذ محمد وعراب، نتحدث عن 1400 شركة واستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار في تركيا في الجزائر. هل يسير البلدان نحو توسيع الاستثمارات خاصة في الجزائر والابتعاد كذلك عن المحروقات بتوسيعها نحو مجالات أخرى، وندرك أهمية وخبرة تركيا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثلا؟ الجزائر انتهجت نهجا مغايرا منذ حوالي 4 أو 5 سنوات الأخيرة، أو بشكل أدق منذ مجيء الرئيس عبد المجيد تبون على بعد انتخابات ديسمبر 2019. جاءت بخيارات جديدة وأرادت أن تنوع من خياراتها الاقتصادية نحو الدول. سابقا نعلم جميعا أن الجزائر كانت رهينة لفرنسا، رهينة تقريبا بشكل مطلق وكامل في خيارات اقتصادية وغيرها لفرنسا. الآن الجزائر تريد أن تنوع من خياراتها، وتعتبر تركيا واحدة من أهم الخيارات التي يمكن للجزائر تستفيد منها استفادة حقيقية. نعلم جميعا أن تركيا ليست دولة متطورة من زمان بعيد مثل شأن الدول الأوروبية الأخرى، وإنما هي دولة عرفت قفزة اقتصادية كبيرة جدا في آخر 25 سنة تقريبا. وهذه التجربة التي تشبه في نواحي كثيرة التجربة الجزائرية. وضع تركيا قبل سنة 2002 هو وضع يشبه إلى حد كبير وضع الجزائر الآن، وبذلك يمكن الاستفادة من هذه التجربة، من هذه القفزة الاقتصادية التي ركزت بشكل كبير جدا على تطوير وتشجيع المنتج المحلي، على فتح السوق أمام المستثمر. أستاذ محمد، المفيد الذي يقدم إضافة. سؤال آخر أستاذ محمد، كيف نستفيد من الخبرة التركية، بما أن تجربة تركيا فتية من تسعينيات القرن الماضي ونجاحات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي استمدت تجربتها من ألمانيا، من إيطاليا، من العديد من الدول. كيف نستفيد من التجربة التركية ومن الخبرات التركية في هذا المجال؟ أعتقد أن البداية موجودة وأن الأرضية موجودة، وهي من خلال الزيارات المتبادلة الكثيرة جدا، سواء على مستوى رجال الأعمال الجزائريين أو الأتراك أو على مستوى الشركات التركية الموجودة الآن في الجزائر وتشتغل بطريقة جيدة. وبل مثل ما تفضل الدكتور سابقا، هي تعتبر المستثمر الأجنبي الأول في الجزائر خارج نطاق المحروقات. أعتقد أن تكثيف هذه الزيارات بين الطرفين، أعتقد أن إنشاء مساحات عمل مشتركة، إنشاء مشاريع مشتركة، أعتقد أيضا أن محاولة إزالة العقبات
العقبات الضريبية والإدارية والبيروقراطية بين الطرفين. هذه يمكن لها جميعا أن تساهم في الاستفادة من هذه التجربة. ثم هنالك أيضا رجال أعمال جزائريين كثر موجودين في تركيا، بدأوا بتأسيس شركات وبدأوا في تحقيق نجاحات ملفتة. أعتقد أنه من خلال التواصل معهم، من خلال إدخالهم وإشراكهم في هذه الشراكة أو هذه العلاقة الثنائية التي تزدهر بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، يمكن الاستفادة منهم ومن التجربة التي يأخذونها بشكل ميداني وعملي هنا في تركيا. نعم، ابقى معي الأستاذ محمد وعرب. أعود للأستاذ أحمد الحيدوسي. تجربة فتية، ونعلم تجربة تركيا وخروجها من الأزمات، من أزمة اقتصادية في فترة التسعينيات بقيادة رئيس بلدية اسطنبول اللي هو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والتحول نحو الاهتمامات الاقتصادية بتحقيق نسب نمو محترمة في السنوات الماضية مع قيمة مضافة حقيقية. الخبرة التركية موجودة والقانون الاستثمار موجود. الأستاذ أحمد الحيدوسي، ماذا يمكن إضافته إلى هذه العلاقات من الطرف الجزائري ويمكن تحسينه حتى نصل إلى استثمارات محترمة ونصل إلى أرقام تبادل تجاري مرتفع؟ فعلا كنت فكرت انت شيء مع مهم. مبدأ الربحية طبعا. نعم، بكل براغماتية. اكيد ببراغماتية اقتصادية. نعم. صحيح ان تركيا يعني خلال 20 سنة الماضية، ذكرت انت ان في تسعينيات القرن الماضي تركيا كانت تعاني اقتصاديا من خلال مديونية كبيرة، من خلال اقتصاد هش، ولكن يعني في 20 سنة الأخيرة تركيا استطاعت ان تحقق معدلات في فترة وجيزة. نعم. معدلات نمو معتبرة بين 7 إلى 8% سنويا، وهذا رقم مهم. يعني وضعها في ضمن مجموعة 20 الدول الأقوى اقتصاد على مستوى العالم. هذا تم عن طريق تصور استراتيجي وتصور اقتصادي مهم جدا، وتركيا من خلال هذه التجربة ركزت على بعض القطاعات كصناعات الميكانيكية، كصناعات النسيج، كصناعات صيدلانية. وهذا ما يعني الشيء المهم جدا أن قانون الاستثمار ركز عليه، ركز على القطاعات الصناعات الميكانيكية، الصناعات الصيدلانية، حتى الزراعات الصحراوية والزراعات بصفة عامة. واليوم الجزائر تريد رفع من نسبة يعني إسهام القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي، وكذلك تركيا يعني لديها في المجال الزراعي تجربة كبيرة جدا، وفي خاصة في الزراعات والصناعات التحويلية التي تعتمد على مدخلاتها على الجانب الزراعي. الجزائر تعول على هذا المجال، وتحدث رئيس الجمهورية في العديد من المرات أن الحكومة يمكن أن ترافق المستثمر في هذا المجال، خاصة من حيث التمويل المالي، وربما يوصل حتى 90% في خاصة في هذه المجالات. لدى تركيا خبرة كبيرة في هذا المجال. تحدثنا كذلك عن صناعات الميكانيكية، وكما نعلم أن تركيا اليوم تعتبر من الدول المصدرة في مجال السيارات، في مجال قطع الغيار، وبالتالي يمكن الدخول في شراكات. وتحدث رئيس الجمهورية مؤخرا في لقائه في اختتام الدورة المقاولاتية مع المستثمرين الجزائريين، خاصة أنه متحدث عن بعض الأدوات التي تستعمل في المجال الميكانيكي. يمكن الدخول في شراكة مع المستثمرين التركيين في هذا المجال، خاصة أن بين أهداف الحكومة الجزائرية حاليا الرفع من نسبة إسهام النسيج أو قطاع الصناعة من 5% في الناتج الإجمالي إلى 10% على المدى المتوسط، وإلى 15% على المدى البعيد. وبالتالي هناك عدة ملفات، عدة مجالات يمكن استغلالها والاستثمار فيها، خاصة كما قلنا أن تركيا متخصصة في هذا المجال، والسوق الجزائري سوق واعد. لدينا خبرة، هناك مدخلات موجودة. نعم. سواء في مجال الطاقة، مجال المواد الأولية، يد عاملة مؤهلة، سوق داخلي مهم جدا، موقع استراتيجي، وتطلع إلى سوق خارجي كذلك. نعم. طيب، نسأل الأستاذ المتعامل الاقتصادي حمزة بن عون. كمتعامل اقتصادي، ماذا يطلبه دائما المتعامل الاقتصادي متواجد الآن في الجزائر وفي العديد من الدول؟ ربما ماذا يطلب المتعامل الاقتصادي عموما، خاصة الأجنبي، لدخول بلد مولى استثمار في بلد معين؟ حقيقة المتعامل الاقتصادي الجزائري إذا نظرناه بوجه الطموح أنه يحب المتعامل الاقتصادي الجزائري ولوج السوق التركية وولوج السوق آسيا الوسطى وآسيا الشرقية التي هي بوابتها تركيا. فأكيد المتعامل الاقتصادي الجزائري يحب أنه يصدر. أكيد أنه المتعامل الاقتصادي الجزائري يحب أنه ينهض باقتصاد بلاده، أن يقدم قيمة مضافة. أي والله، سواء كان عن طريق الشراكة مع المؤسسات الأجنبية في بلاده، أو إذا رأيناه من باب الطموح
الأكثر أنه يكون كمصدر ويكون ممن يجلب العملة الصعبة وإلى آخره. فأكيد المعامل الاقتصادي الجزائري يحب يبحث عن الآليات اللي تسهل له ولوج السوق التركية والسوق الآسيوية. ما هي هذه الآليات أستاذ حمزة على الأرض؟ من بين الآليات اللي يطمح لها المتعامل الجزائري أنه يفتح فرع بنك جزائري في أنقرة أو اسطنبول، كما فعل جميل. البنك الوطني الجزائري فتح له فرع في نواكشوط وفي دكار. نتمنى أنه تكون هذه الآلية، لأنه البنك هو شرايين الاقتصاد، وحتى يسهل التعامل والسيولة، نقل السيولة. هذه من بين الآليات اللي لابد أنه نأخذها بعين الاعتبار. كذلك تسهيل تصدير المنتجات الجزائرية، كذلك النظر في هل لديكم أسواق في تركيا؟ هل تتعاملون مع متعاملين أتراك أو مستثمرين أتراك؟ كمتعاملين اقتصاديين في الجزائر لدينا شراكات مع شركات تركية اللي هي موجودة في أنقرة، في إزمير، موجودة في اسطنبول، في مجال الصناعات وإلى آخره، سواء كان في تركيا أو في الجزائر. هل تقوم بعملية تصدير لتركيا؟ حاليا نصنع لشركات تركية في الجزائر، جميل. ونقوم بالتصدير التوزيع منتجاتهم في الجزائر وتصديرها إلى بعض الدول المجاورة. نعم بعض الدول المجاورة. أعود لك أستاذ محمد وعراب، سنعود لك بعد قليل. أستاذ أحمد الحيدوسي في نفس السياق، استمعنا إلى حمزة بن عون يتحدث عن أهمية الإجراءات لتسهيل عملية التصدير وكذلك الاستثمار، مثل ما يستثمر الأتراك. 1400 شركة ما شاء الله متواجدة في الجزائر، ويطمح العديد لدخول السوق الجزائرية. كيف نساعد المتعامل الاقتصادي الجزائري على دخول أسواق أخرى مثل السوق التركية التي تعتبر سوق مهمة الآن؟ نعم، نرجع إلى المرجع الأول هو قانون الاستثمار. قانون الاستثمار منح امتيازات مهمة سواء للمستثمر أولا المحلي يعني وكذلك المستثمر الأجنبي، بدليل أن في ظرف تبقى الإجراءات المصرفية وفتح الفروع مهمة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين فعلا، بدليل أن تسجيل منذ يعني إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في أقل من سنة أو سنة يعني تسجيل أكثر من 4000 مشروع استثماري، من بينها يعني 80 مشروع استثماري يعني مهم جدا أجنبي مهم جدا. هذا دليل على أن قانون الاستثمار مشجع، ولكن هذا لا يعني لا يكفي. دائما تجب المرافقة السياسية والإرادة، يعني الإرادة السياسية والمرافقة الاقتصادية والإدارية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. اليوم صحيح أن من خلال هذه اللقاءات الدورية بين تركيا والجزائر اليوم يعني من حيث الحجم يعني زيارة رئيس تركي إلى الجزائر يعني وعقد الدورة الثانية بعد ما كانت الدورة الأولى بزيارة رئيس الجمهورية في فبراير الماضي إلى تركيا، هذا يعني له يعني وزن كبير جدا سينعكس على رفع من حجم الاستثمارات بالنسبة للطرفين، سواء على تركيا في الجزائر أو الجزائرية في تركيا. وكان ذكر الأستاذ المتعامل الاقتصادي أنه فتح فرع بنكي في تركيا يعني شيء مهم جدا، يعني نظير فتح فرع تركي في الجزائر، يعني هذا ينعكس على رفع حجم المبادلات التجارية، بالإضافة إلى أن من خلال الزيارة توقيع اتفاقية التجارة التفاضلية بين البلدين، وهذا كذلك مهم جدا سينعكس على رفع أولا حجم. سنقف عند هذه النقطة بالنسبة للتجارة التفاضلية. أستاذ أحمد الحيدوسي. عود الأستاذ محمد وعراب، عندما نتحدث عن مسألة رفع حجم المبادلة التجارية أو الطموح وبلوغ 10 مليارات دولار في السنوات القليلة القادمة، كيف نصل إلى هذه الأرقام؟ وهناك مسألة مهمة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين يطمحون لدخول الأسواق التركية، ربما ما هي التسهيلات التي لابد على الحكومة الجزائرية وضعها أمام المتعاملين الجزائريين، وكذلك بالنسبة للطرف التركي ما هي التسهيلات التي تقدمها تركيا للشريك الجزائري، بما أن هناك العديد من الاتفاقيات مثل التجارة التفاضلية وكذلك لفتح الأسواق التركية أمام كل ما هو جزائري.
أعتقد أولا أنه رقم 10 مليار دولار هو ليس بالرقم الكبير جدا الذي يصعب على الجزائر وتركيا الوصول إليه، بل نعم. يمكن تجاوزه بفترة سريعة جدا في حالة ما إذا تم استفادة قصوى من الفرص المتواجدة لدى الطرفين. الشيء الذي يميز العلاقة الاقتصادية الجزائرية التركية هي أنها علاقة تكاملية، بمعنى أن احتياج إحدى هاتين الدولتين هو موجود بشكل كبير جدا في الدولة جميل. الأخرى. الجزائر يمكن لها أن تغطي الاحتياج الطاقوي الرهيب لدى تركيا. تركيا في السابق كانت تعتمد بشكل كبير جدا على اوكرانيا وعلى روسيا. هذا الاعتماد الذي تاثر تماما مباشره بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، فبدات تبحث عن بدائل، وظهر لها ان الجزائر يمكن الاعتماد عليه، ويمكن ان يكون مش فقط بديل وانما يتحول الى مورد اساسي للطاقه لهذه الدوله التي يعتمد اقتصادها على بشكل كبير جدا على الطاقه. ايضا الجزائر يمكن لها ان تستفيد مثل ما تفضلت سابقا من تجربه تركيا في مجال الفلاحه والزراعه بشكل عام. تركيا تعتبر هي سله روسيا. تخيل روسيا هذه الدوله التي تعتبر اكبر مساحه في العالم، ولكنها يعني تاخذ الكثير من المنتجات الخضروات والفواكه. نعم. وهذا يبين على أن هذا البلد يمكن لتجربته أن ننقلها عندنا، ونحن البلد القارة الذي لديه الكثير من الإمكانات التي تسمح له ليس فقط بأن يحقق اكتفاء ذاتيا في الجزائر، وإنما أن يصدر للأسواق الأخرى. كذلك تجربة تركيا في كونها محطة تجارية، يعني دولة تركيا لا تصدر فقط ما تنتجه، وإنما تركيا تستورد الكثير من المنتجات وتعيد تصديرها إلى المنطقة، إلى أوروبا، إلى إفريقيا، إلى آسيا وغيرها من الدول. فالجزائر أيضا يمكن لها تستفيد من هذه التجربة. أعتقد أنه هنالك كثير من نقاط الاشتراك بين الدولتين الذي يمكن من خلال الاستفادة من هذه الفرص أن نرتفع فوق هذا الرقم. ثم لو نعود إلى سؤالك أخي الكريم، أعتقد أنه هذه في حالة إذا تم حقيقة تحقيق هذه الاتفاقية الجديدة التي تتكلم حول تفاضلية أحدهما أو السوق الثنائي مقارنة بالأسواق الأخرى، فأعتقد هذه إحدى الخطوات التي سوف تمتن العلاقة وسوف تساعد على الوصول إلى رقم 10 مليار دولار. أعتقد أيضا على أنه محاولة تخفيف من الأعباء الضريبية سواء على المستثمر الجزائري في تركيا أو المستثمر التركي وهذه في الجزائر. نقطة مهمة. نعم، نقطة مهمة بالنسبة للطرف الجزائري. البلد الذي يخفف من الضغط الضرائب هو البلد الذي بالتاكيد سوف يكون وجهه لرجال الاعمال سواء كانوا من دوله معينه او من دول مختلفه. ثم الامر الذي ايضا اؤكد عليه مثل ما تفضل به الاساتذه الكرام، وهو موضوع التبادل او تنقل الاموال. انا اتكلم عن رؤوس الاموال الكبيره بين البلدين، محاوله ايجاد حل لهذه المعضله، وهي معضله حقيقيه. انا اعلم وانا اتكلم عن تجربه، انا اعلم الكثير من رجال الاعمال الذين لم يستطيعوا مواصله اعمالهم أو تعطلت أعمالهم سواء هنا في تركيا أو في الجزائر، وهذا بسبب صعوبة تنقل الأموال بين البلدين. أعتقد أن تطوير هذا الباب وحل هذه المشكلة هي سوف تكون أيضا من أكبر المشجعات على تطوير العلاقة الاقتصادية وعلى الوصول إلى التحدي الذي تم الاتفاق عليه أو تم تصديره، وهو رقم 10 مليار دولار. نعم. أستاذ محمد وعراب، أثرت نقطة مهمة، مسألة الطاقة الجزائرية. ومع الحرب في أوكرانيا ارتفعت أسعار الطاقة. العديد من الشركات في أوروبا الآن تعاني الأمرين، خاصة بالنسبة للصناعة الألمانية. وتقدم الجزائر الآن البدائل الحقيقية بأسعار طاقوية لا تقارن في أي بلد عالم. الأسعار الطاقوية الموجودة في الجزائر الآن هي مهمة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ودخول المستثمر الأجنبي خاصة التركي للجزائر. لا تعتقد أن الفرصة الآن مواتية لرفع حجم الاستثمارات وبناء شراكات حقيقية عن طريق مصانع تركية داخل الجزائر يستفيد البلدان من هذه الشراكات المهمة والاستراتيجية في هذه الفرصة في هذه الفترة الصعبة على أوروبا مثلا؟ الفرصة الحقيقية في اعتقادي بالإضافة إلى ما تفضلت به هي كون الجزائر أنها شريك آمن، بمعنى أنها لا تتعلق التزاماتها الاقتصادية لا تتعلق بعلاقة سياسية أو بأزمة اقتصادية أو سياسية عابرة مع هذه الدولة أو ذاك. الجزائر قد برهنت على هذا من خلال التزامها والإبقاء على التزامها مع معظم أو مع الدول التي لديها اتفاقيات توريد الطاقة إليها رغم الأذى الذي كان يأتينا من بعضها بين الفينة والأخرى. ولكن الجزائر أكدت على أنها مصدر طاقوي آمن، وهذا هو
مهم. الأسعار يمكن التفاوض عليها، ولكن الثبات على الموقف والثبات على الاتفاقيات والثبات كما نقول احنا على ما يمضى بين الطرفين هو الأهم. الجزائر أكدت على أنه يمكن الاعتماد عليها في هذه النقطة. ثم من حقنا بل ومن واجبنا كجزائريين أن ننظر إلى مصلحتنا وما يحصل في العالم الآن من محاولات من توريط أو محاولات لصعوبة الحصول على الموارد الطاقوية. الجزائر يمكن لها بل يجب عليها أن تستفيد من هذه الفرصة وتطور من صادراتها، ليست فقط في اتجاه تركيا وإنما في اتجاه الدول الأوروبية التي تعاني بعد المشاكل الكبيرة التي بينها وبين روسيا. أعتقد أن التحول من هذه الطاقات إلى طاقة مستدامة هذا أمر تشتغل عليه أوروبا بشكل كبير جدا، وهو آت لا محالة. ونحن كجزائريين كمصدرين للبترول كمصدرين للغاز، أعتقد أن إذا لم نستفد من هذه النافذة الموجودة الآن فسوف تتراجع صادراتنا كثيرا مستقبلا في حال ماذا تحولت اوروبا. طبعا وهذا امر بعيد، ليس بالامر السهل ولا بالامر الهين، ولكنه موجود في استراتيجيه وفي الرؤيه الاوروبيه للتخلص تماما من تبعيه المحروقات من روسيا. جميل استاذ محمد. اعود لك استاذ حمزه بن عون، المتعامل الاقتصادي. بالنسبه للتجاره التفاضليه نقطه مهمه لهذا الاتفاق بين الجزائر وتركيا، ربما ستمنح جرعه اكسجين للمستثمر والمتعامل الجزائري حتى يدخل السوق التركيه كشريك وكمتعامل موثوق بمنتجاته المختلفه. لا شك أن تركيا كما يقال هي بوابة آسيا الوسطى وبوابة آسيا الشرقية بالنسبة للجزائر، تنظر إليها بهذا المنظار، مثل ما أن تركيا تنظر للجزائر أن الجزائر بوابة إفريقيا وأنها لها وقعها ولها كلمتها على دول وبلدان إفريقيا. فهذه الثقة المتبادلة بين البلدين أكيد أنها تشجع بيئة الاستثمار. فالمتعامل الاقتصادي الجزائري يتفائل بهذه الاتفاقيات، يتفائل بمجلس التعاون اللي وضع بين البلدين من أجل التسيير وتسهيل الآليات. فولوج المتعامل الجزائري للسوق التركية هذا من أولوياته، لأن تركيا تقدم له ربما بعض التسهيلات بخلاف دول أخرى مجاورة، فهذا يشجع المتعامل الاقتصادي. فالتعاون التفاضلي بين البلدين هذا يشجع أكثر ويمنح امتيازات أكثر للمتعامل الاقتصادي في تركيا، وثقة أكثر بالنسبة للمتعامل الجزائري. أستاذ أحمد الحيدوسي، بالنسبة للحديث عن التجارة التفاضلية، أو ربما دخلنا في منعرج آخر لعمليات التجارية وعمليات لأكثر ثقة بين الجزائر وتركيا هي التي تفتح هذا الباب، مسألة الثقة حول المنتجات الجزائرية. وندرك أن بداية الإنتاج الآن أو بداية الاستثمارات الجزائرية بالنسبة للمتعامل الاقتصادي الجزائري هي في خطواتها الأولى. الأستاذ أحمد الحيدوسي. فعلا اليوم من خلال توقيع اتفاقية التجارة التفاضلية بين البلدين سيمنح كما أشرت الاكسجين أو يعطي الدفعة قوية لرفع من حجم أولا الصادرات الجزائرية نحو تركيا. نعم، سأعود إليك الأستاذ أحمد الحيدوسي. نفس تساؤل الأستاذ محمد وعراف في نفس السياق عن التجارة التفاضلية. ربما كانت النقطة أو المنعرج المهم بالنسبة للجزائر وتركيا في هذا الجانب. هل ستحقق هذه الاتفاقية مزيد من التجارة بين البلدين ورفع هذه التجارة بين الجزائر وتركيا؟ هذه هي خطوة كبيرة وخطوة إيجابية جدا، وهي خطوة أكيد سوف كثير من المتعاملين الاقتصاديين سواء أتراك أو جزائريين كانوا ينادون بها وكانوا يبحثون عنها منذ فترة طويلة، والآن وصلنا إلى مرحلة إمضاء العقد الذي سوف يحول هذه المطالبات إلى واقع. أعتقد أنه مثل ما قلت سابقا التكامل الموجود بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأتراك هذا سوف يساعد كل طرف على أن يشتغل في المكان الآخر، أن يقدم تجربته ورصيده ويقدم أيضا ما يمتلك من مهارة وغيرها ومن رؤوس أموال أيضا يستفيد ويستثمرها في الطرف الآخر بما يعود بالفائدة على الطرفين. في النهاية المتعامل اقتصادي هو رجل أعمال يبحث على مصلحته، يبحث على تطوير رأس ماله، يبحث على أسواق جديدة حتى يشتغل فيها. فهذه مثل هذه الاتفاقيات إذا كانت
او اذا نتج عنها يعني نتج عنها امور عمليه تسهل حقيقه من العمل، تخفض من الضرائب او تلغي بعضها، لما لا تنشئ اسواق مشتركه، لما لا تنشئ مناطق عمل، مناطق حره، لما لا تحاول ان تساعد ايضا في تحرك الاموال من والى تركيا في الاتجاهين. اعتقد ان هذه كلها سوف تساهم بشكل كبير جدا في دفع هذه العلاقه الاقتصاديه التي في النهايه نعلم جميعا ان الاقتصاد هو المحرك الاساسي وهو الذي يجمع بين الدول، وليست الامور اخرى. ممكن السياسه، ممكن الثقافه، ممكن التعليم وامور اخرى هي تزين هذه العلاقه. الاقتصاد يجر كل شيء. نعم، أما الأساس الذي يربط حقيقة بين الدولتين هي المصالح الاشتراكية، خصوصا إذا كانت هنالك نية طيبة في أن نفيد ونستفيد وفق نظرية رابح رابح، ليس وفق نظرية خاسر رابح التي مع الأسف تأذينا منها كثيرا في السابق. ولكن أعتقد الآن أن خاصة مع الاتحاد الأوروبي. بالضبط، بالتاكيد. الان الرؤيه الجديده للجزائر خاصه سواء مع الصين، سواء مع روسيا، سواء مع ايطاليا ايضا، ومع البرازيل ايضا وغيرها من الدول. اعتقد انه كل هذه الدول يمكن ان نستفيد منها استفاده حقيقيه ونطور الذي عندنا ونحقق الكثير من الاحتياج الذي يمكن الوصول اليه بعمل ميسر ان شاء الله. شكرا استاذ محمد وعراب. اذا فاصل ونواصل. هذه التغطيه الخاصه، لا تذهبوا بعيدا. إذا مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الجزء الثاني من التغطية الخاصة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر ولقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إمضاء مذكرات التفاهم بين الجزائر وتركيا. أعود إلى ضيفي في اسطنبول أستاذ محمد وعراب قبل أن يغادرنا. ربما سؤال أخير أستاذ محمد وعراب، هل يمكن للجزائر وتركيا الدخول سويا إلى الأسواق الإفريقية بيد ممدودة نحو الأسواق الإفريقية عن طريق الجزائر؟ بل يجب عليهما ذلك، وليس هل بإمكانهما ذلك. تركيا تعلم جميعا أن الجزائر هي بوابة أفريقيا الأساسية وتركيزها عليها كل هذا التركيز. هل بإمكانهما تبقى دائما في إطار المنافسة الموجودة الآن في القارة الإفريقية؟ نعم، لا، هي تطوير العلاقات الثنائية بينهما هي الخطوة الأولى أمام هذا الطموح الثاني الذي هو يعتبر طموح مشروع. نعم. كذلك طموح مشروع للجزائريين. اعتقد ان تطوير العلاقه الثنائيه بينهما وكسب احترام بعضهم البعض وكسب ثقه بعضهم البعض هي اول خطوه، وهي خطوه تسير الان على بالشكل المطلوب لذلك. ثم تركيا تعلم يقينا انه لا يمكن لها ان تشتغل في افريقيا باليسر والراحه الكبيره دون ان يكون عندها شريك حقيقي في المنطقه، والشريك الذي يمكن الاعتماد عليه في المنطقه حقيقه هو الجزائر. وهي احد اسباب هذه الهروله بين قوسين اذا صح التعبير من تركيا من أنقرة نحو الجزائر العاصمة، سواء على المستوى الرئاسي أو على مستوى رئاسة الحكومة أو على مستوى وزارة الخارجية. ثم هنالك جهد كبير جدا من طرف الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في تركيا أو نظيرتها التركية في الجزائر حتى تقوي هذه العلاقة وحتى تدخل معها نحو إفريقيا. أعتقد أن إفريقيا هي الخطوة التالية. إفريقيا هي سوق عذراء حقيقة. إفريقيا تعاني كثيرا من الاضطهاد الأوروبي الاستعماري الذي لا يزال موجودا إلى الآن. وأنا الذي أسافر كثيرا إلى هذه المنطقة أعلم يقينا وأنا أعرف أنه هنالك احتياج حقيقي للجزائر، هناك احتياج حقيقي لدولة مثل الجزائر ودولة مثل تركيا أن تملأ هذا الفراغ الموجود في هذه المنطقة. إفريقيا لديها الكثير مما يمكن لها حتى الأستاذ محمد، حتى بالنسبة للفكر النخبوي الآن في الدول أو المستعمرات القديمة للمستعمرات الفرنسية أو البلجيكية تغير الآن، والآن يطالب العديدين بالتفتح نحو اقتصادات أخرى وليس اقتصادات للمستعمرات السابقة في القارة الإفريقية. الجزائر تحظى باحترام كبير جدا في افريقيا. الجزائر باعتبارها بلد الثوره التي الهمت كل الثورات الافريقيه تقريبا عندها حضور كبير جدا. وايضا تركيا عندها ذلك الارث العثماني الاسلامي القديم الذي ايضا يجعل منها دوله محترمه في المنطقه، وهذا يجمع كلتا الدولتين حتى تستطيعان المضي معا في اكتشاف والاستفاده والاستثمار في هذه المنطقه، وايضا افادتها كثيرا بما تمتلكانه مع بعض سواء في الشق الاقتصادي او في
الشق الامني او في الشق العسكري او كثير او غيرها من الملفات التي يمكن للدولتين الاشتغال فيهما مع بعض. تركيا مثل ما قلت سابقا متيقنه وتعلم أن الجزائر هي الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه، وايضا الجزائر مطمئنه للشريك التركي حتى سواء انت تشتغل معه في افريقيا او تشتغل معه ايضا في اسيا. نحن نعلم ايضا انه بالاضافه الى التقارب الاقتصادي هنالك تقارب كبير جدا في وجهات نظر في الملفات الجيوسياسيه في المنطقه، سواء كانت الحرب الروسيه الاوكرانيه، سواء كانت القضيه الفلسطينيه، سواء كانت الازمه في ليبيا وغيرها من المشاكل الموجوده في المنطقه. الجزائر وتركيا وجهات نظر متقاربه جدا، هذا كله مع بعضه يمكن له ان يساهم في تمتين هذه العلاقه، وايضا يساهم في ان تستفيد كل من انقره والجزائر من بعضهما البعض، وايضا يفيدان مع بعضهما البعض كثير من الدول الاخرى التي سوف تستفيد من هذا التقارب على مستوى الدولتين. الأستاذ محمد وعراب رئيس مركز العلاقات الجزائرية التركية، شكرا جزيلا لك على ما قدمته في هذه التغطية الخاصة. أعود إلى الأستاذين أحمد حيدوسي والمتعامل الاقتصادي أستاذ حمزة بن عون. عندما نتحدث عن السوق الإفريقية خاصة بالنسبة للجزائر وتركيا، ندرك حجم المنافسة الموجودة الآن في إفريقيا الأستاذ أحمد الحيدوسي، وهل على الأرض يمكن لهذين البلدين الجزائر وتركيا دخول الأسواق الإفريقية؟ وندرك حجم المنافسة دائما الموجودة والعراقيل ومسألة الأسواق والصراعات على الأسواق. الآن القارة الإفريقية صارت محطة للتنافس العالمي حول العديد من الأسواق بحكم ما هو موجود من مقدرات باطنية، من مواد أولية نادرة، وكذلك بحكم الكثافة السكانية كذلك. نعم، يعني اليوم العلاقات، يعني كما قلنا العلاقات التركية في تزايد مستمر، بدليل أن الجزائر يعني تعتبر بالنسبة لتركيا ثاني شريك على مستوى القارة الإفريقية. اليوم من خلال المجالات التي تحدثنا عنها التي يمكن للطرفين إقامة مشاريع مشتركة وتعتبر الجزائر كأرضية لتوجيه المنتجات المنتجة هنا محليا نحو الوجهات الأفريقية، خاصة أن الجزائر وقعت اتفاقية شراكة في إطار ودخلت إلى منطقة التبادل الحر الإفريقي في يناير 2020 وتستفيد من المزايا التي تمنحها المنطقة، خاصة أن كذلك إفريقيا تعتبر كسوق واحد، سوق واعد بأكثر من من 1.2 مليار نسمة ونمو ديموغرافي يعني كبير جدا، بالإضافة إلى مثل ما أشرت وفرة المواد الأولية في أفريقيا. هذا وهي أصل الصراعات الآن في أفريقيا. هذا ما دفع العديد من الدول الذين ونشاهد اليوم الهرولة يعني نحو الوجهة الإفريقية والحصول على يعني أسواق والحصول على يعني نفوذ في أفريقيا، سواء المستعمرات التقليدية وعلى رأسها فرنسا وبلجيكا وكذلك حتى بريطانيا وكذلك أمريكا اليوم تريد أن يكون لها موطئ قدم، وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي من خلال لقائه أمريكا بأفريقيا. كذلك حتى على مستوى الآسيوي اليابان اللقاء الذي عقد مؤخرا كذلك أفريقيا واليابان كلهم يريدون أن يكونوا لهم موطئ قدم في أفريقيا. اليوم من خلال الزيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى الجزائر يعني من المفروض تكون محطة يعني أرضية لتصدير المنتجات التي تقام من خلال المشاريع المشتركة نحو السوق الأفريقية، وخاصة أن تركيا لديها تجربة كبيرة في هذا المجال وتنافس اليوم، نتحدث عن دول الساحل ودول غرب أفريقيا، تنافس منتجات المستعمرات القديمة. يمكن يعني إقامة شراكات وتصدير، وخاصة أن الجزائر فتحت في هذا المجال وحضرت الأرضية سواء يعني فتح شق الطرقات، يعني سواء الطريق الوحدة الأفريقي أو طريق الذي يمر عبر موريتانيا يعني تندوف زويرات منه إلى الغرب الأفريقي من نحو السنغال ودول أخرى، أو حتى يعني فتح خطوط بحرية
أو حتى تهيئة الأرضية المالية بفتح فروع بنكية، أو حتى بفتح خطوط يعني جوية من خلال تعزيز الأسطول شركة النقل يعني الخطوط الجوية الجزائرية، كلها تسهم في منح الجزائر يعني ميزة للدخول إلى الأسواق الأفريقية بالشراكة طبعا مع الشريك التركي. نعم. جميل. أسأل المتعامل الاقتصادي أستاذ حمزة بن عون، عندما نتحدث عن المتعامل الاقتصاديين الجزائريين، هل يمكن الآن إقامة الشراكات الحقيقية على الأرض في الجزائر ومن بعدها إلى القارة الإفريقية ولا دول إفريقية؟ وهل يمكن الآن كمتعاملين من التوسع نحو فتح فروعكم داخل القارة الإفريقية وفي دول الجوار مثلا؟ وفي الحقيقة أنه هذا التوجه هو توجه الحكومة الرشيدة حاليا، هو ولوج الأسواق الإفريقية عن طريق تندوف موريتانيا، ثم دول غرب إفريقيا الإكواس وغيرها من دول إفريقيا. هذا التوجه توجهت له الحكومة منذ سنوات، والمتعامل الاقتصادي الجزائري بذل جهده في هذا الشيء، وولج كثير من الشركات، مئات بل الآلاف من الشركات ولجت دول الإكواس ودول بقية إفريقيا، وهذا موجود بالفعل، وشكلت فيها منافسة لا بأس بها ولها تواجد الآن. هل تتواجد الآن خارج الجزائر أستاذ حمزة مثلا كمتعامل اقتصادي عن طريق شركاتك؟ هل تتواجد خارج الجزائر؟ هل هناك فروع لشركة مثلا في الأسواق الإفريقية؟ حاليا مثلا مؤسستنا مؤسسة وايت اندستري الحمد لله لها فرع في تونس، لنا فرع في تونس تصنيع في مختص في التصنيع، وكذلك لنا تصدير إلى نواكشوط موريتانيا، إلى السنغال، إلى دول غرب إفريقيا. لنا متعاملين اقتصاديين نتعاملوا معهم بصفة دورية، فلا شك أنه عقد شراكات مع الجانب التركي راح يقوي هذا الشيء إذا كان من باب التعاون، من باب التنافس التعاوني، راح يكون أكثر قوة لا شك في ولوج دول إفريقيا. لكن ننبه أنه هذا التوجه هو توجه الحكومة الرشيدة من قبل، وهو لا زال نستمر عليه إن شاء الله، وقد حققنا خطوات لا بأس بها في هذا المجال. جميل. أستاذ أحمد الحيدوسي، نتحدث عن اتفاقية مهمة كذلك في هذا المجال حول التوقيع على التعاون في مجال حماية المستهلك وملاحظة وتفتيش السوق ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات. ماذا سيقدم هذه الاتفاقية للطرفان؟ ومربوطة باتفاقية التجارة التفاضلية. هذا سيمنح أولا الثقة لدى المستهلك، سواء على مستوى السوق الداخلية للسوق الجزائرية وعلى مستوى السوق التركية، بدليل دليل أن المنتجات سواء الجزائرية ذات جودة ومراقبة وتعتمد على المعايير المطبقة والمتفق عليها، وبالتالي سيرفع من حجم الصادرات الجزائرية. اليوم الجزائر ترغب يعني في رفع الصادرات خاصة خارج قطاع المحروقات إلى أكثر من 7 مليار دولار، ووضعت هدف على المدى القريب 10 و13 مليار دولار. هذا سيمنح الثقة في المنتجات الجزائرية، وسيمنح الأفضلية للمنتجات الجزائرية يعني مقارنة بالمنتجات من دول أخرى في السوق التركية. وبالإضافة إلى العملية العكسية كذلك سيمنح الثقة وعنده على كل حال المنتجات التركية لدى المستهلك الجزائري لديها ثقة كبيرة وسمعة طيبة في منذ سنوات اكتسبتها المنتجات التركية في الجزائر. كذلك سيمنح الثقة في المنتجات التركية من أجل كذلك رفع حجم التبادل التجاري ككل إلى 10 مليار دولار بين الطرفين. وبالتالي اتفاقية مهمة، خاصة أن الجزائر اشتكت في السنوات الماضية كثيرا من بعض المنتجات التي تأتي خاصة سواء من جنوب شرق آسيا أو من دول أخرى لا يعني توافق أو يعني تطابق المعايير المعتمدة خاصة في السوق الجزائرية، واشتكى الزبون الجزائري كثيرا منها، مما سببت له ربما بعض الآلام وربما بعض الأمراض من منتجات كانت لا تطابق مع المواصفات. وبالتالي هذه الاتفاقية تحمي المستهلك الجزائري وتحمي المستهلك التركي. نفس التساؤل ربما بالنسبة للأستاذ حمزة بن عون، بما أنك متعامل اقتصادي، ربما مهمة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين اتفاقية في هذا المجال. لا شك أنه حماية المستهلك، حماية المنتجات المحلية يتم بتشجيعها وبتطوير الجودة وتكون موافقة للمعايير.
فالشراكات هذه أو بين الشركات الأجنبية مع المتعامل الاقتصادي لابد ينظر إليه بنظر الأولوية للمتعامل الاقتصادي الجزائري، الأولوية للمنتوج المحلي، الأولوية للسوق المحلية، الأولوية لتصدير المنتج المحلي نحو الدول الخارج. هذه الأولوية هي الذي ينبغي أن تمنح، وهو الواقع على كل حال، وينبغي تفعيلها أكثر فأكثر. فالشراكات هذه نرحب بها، شيء تعاوني يزيد في الاقتصاد وفي التنمية، لكن لابد النظر إلى المنتج المحلي وحمايته. نعم. هي في الحقيقة أنه دائما أنه المستهلك هو دائما في قلب استراتيجية المؤسسة، ومن خلال هذه الاتفاقية ستمنح فرصة للمؤسسات الجادة التي تضع المستهلك في قلب استراتيجيتها. والمؤسسات سواء المؤسسات التركية هي جادة في الجزائر بدليل أنها استطاعت أن توظف أكثر من 30,000 عامل من خلال 1400 أو 1500 مؤسسة، مقارنة بمؤسسات أخرى. نتحدث عن مؤسسات أوروبية هي عبارة عن مؤسسات فقط خدماتية ولا تقدم يعني الشيء والإضافة. الاستثمارات. نعم. الاستثمارات التركية استثمارات جادة، وبالتالي لما نضع المستهلك وحمايته في يعني في الأولوية، هذا يصب يعني في صالح المؤسسات الجادة، وتنسحب المؤسسات الغير جادة والتي لا تهتم بحماية المستهلك وذوقه وصحته. بالتالي هذه فرصة للطرفين، سواء للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو المتعاملين الأتراك. كنت سأسألك الأستاذ أحمد الحيدوش عن اتفاقية أخرى بالنسبة للمجالات عديدة الآن، اتفاقية وتوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال علوم وتكنولوجيات الفضاء. كيف نقرأ هذه الاتفاقية في هذا المجال، وخاصة في هذا المجال بالنسبة للطرف التركي اليوم والطرف الجزائري؟ نعم فعلا الجزائر قطعت اليوم أشواط كبيرة في هذا المجال، سواء بالشراكة مع دول أخرى، مع الصين، حتى مع إيطاليا ودول أخرى. وهذا المجال يعرف ديناميكية ونمو كبير يعني في السنوات الأخيرة في الجزائر. يمكن للجزائر اليوم استفادة كذلك من التجربة التركية لإقامة مشاريع مشتركة. نتحدث عن اليوم الجزائر مثلا في صناعة السفن. اليوم صناعة السفن تحتاج إلى رادارات وتحتاج إلى تجهيزات يعني الفضائية. اليوم يمكن إنتاج هذه التكنولوجيا هنا في الجزائر، بالإضافة إلى يعني صناعات أخرى مرتبطة بعلوم الفضاء، يعني رصد الأحوال الجوية، وحتى يعني دخولها في مجال الإنتاج ومجال التصنيع. والعديد من المؤسسات تحتاج إلى هذه التكنولوجيا. يمكن إقامة مشاريع كثيرة ومجالات يعني واسعة في هذا المجال. يعني هناك المادة الخام متوفرة في الجزائر من خلال خريجي الجامعات اليوم. المادة الرمادية. نعم، المادة الرمادية موجودة في الجزائر، يعني تحتاج فقط إلى استغلالها والأخذ بيدها من أجل إقامة مشاريع مشتركة. نعم. أستاذ حمزة بن عون، دائما في نفس السياقات، الجزائر الآن تنوع من شركائها في العديد من الاستثمارات بعد روسيا، الصين، حتى قبل يومين مع بريطانيا، إيطاليا، تركيا. كيف نقرأ هذا التنوع بالنسبة للشراكات؟ دائما نبحث عن شركاء تقليديين وشركاء جدد للأسواق الجزائرية وللاستثمارات الأجنبية. الآن حتى الدبلوماسية الاقتصادية تتحرك، وشاهدنا وزير الخارجية في بريطانيا قبل يومين العديد من اتفاقيات مع المملكة البريطانية. كيف نقرأ تنويع للشراكات مع العديد من الدول، سواء دول صديقة قريبة من الجزائر أو دول تربطنا بعلاقات تاريخية؟ لا شك أن التنوع هذا يمنح فرص أكثر للاقتصاد الجزائري، للتنمية، للمتعامل الاقتصادي الجزائري. وهذه الفرص وتنوع المصادر والفرص هذه وضعية استراتيجية ينبغي، وهو كذلك اللي متموضع عليها الجزائر. لكن أكيد أنه الشريك التركي لنا تاريخ مشترك، لنا ماضي طويل وعتيق مشترك، لنا مستقبل كذلك مشترك. لا شك أن الشريك التركي شريك استراتيجي بالنسبة للجزائر في التعامل الاقتصادي وغيره، من سواء كان الجانب الثقافي أو غيره، خاصة أنه الوجهات السياسية
متقاربة ومحل اتفاق بيننا. لا شك أنه هذا الشيء راح يزيد يجذر ويأصل أكثر في التعاون الاقتصادي. وبالنسبة للمتعامل الاقتصادي الجزائري ينظر للتنوع بين الدول، هذا مصدر قوة بالنسبة له للاقتصاد له. مصدر قوة الاقتصاد. هناك اتفاقية أخرى أستاذ أحمد الحيدوسي في الصحة، واتفاقية أخرى بالنسبة لإنتاج السينمائي المشترك. ربما قطعت تركيا خطوات للتسويق لمدنها ولسياحتها عن طريق مسلسلاتها وعن لأفلامها في فترات وللمنتج كذلك التركي. للمنتج السينمائي التركي، وكذلك للسياحة التركية، ولكذلك المطبخ التركي. هناك الترابط في هذه الثلاثية التي ربما لابد للجرف الجزائري كذلك البحث عن تطوير هذا الجانب، سواء للتسويق للجزائر سياحيا. تمتلك الجزائر أنواع كثيرة من السياحة، من السياحة الصحراوية إلى الجبلية إلى الدينية، العديد من الحموية، العديد من السياحات موجودة في الجزائر. وكذلك التسويق عن طريق السينما أو عن طريق هذا الجانب المهم الذي سبقنا إلى تركيا في السنوات الماضية. وفي فترة وجيزة أصبحت المحطة أو البلد الأقرب للسفر، خاصة بالنسبة للشرق الأوسط ولشمال أفريقيا. ما تدره اليوم السينما التركية على الخزينة التركية بملايير الدولارات، على غرار ما تدره بوليوود أو حتى هوليوود أو حتى في نيجيريا. نعم نيجيريا اليوم. تركيا الصناعة السينمائية في تركيا يعني عرفت أشواط كبيرة في هذا المجال هذا، بالإضافة يعني ما تدره من مداخيل مهمة على الخزينة التركية، ما تدره على ما تقدمه كميزة للسياحة التركية. يعني أصبحت تركيا تعتبر من بين الأكثر وجهات خاصة لدول العربية ودول المشرق العربي وحتى دول شمال أفريقيا. هذا بسبب تأثر سواء بالدراما أو بالصناعة السينمائية التركية بصفة عامة، بالإضافة إلى تسويقها إلى المنتجات التركية سواء في النسيج أو الطبخ أو في حتى الطبخ التركي. الطبخ نعم اليوم عرف انتشار واسع على مستوى العالم. تقوم الصناعة السينمائية بمرافقة الصناعة التركية، سواء في صناعة الميكانيك أو الصناعات الغذائية أو الصناعات النسيجية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة من خلال السياحة، بالإضافة إلى النسيج. ترافق جميع المجالات. واليوم يمكن للجزائر الجزائر في السنتين الأخيرتين رئيس الجمهورية تفطن لهذا المجال، بدليل أن كانت عندنا وزارة خاصة بالمجال الصناعات السينمائية. بالتالي الحكومة الحالية تعطيها أهمية كبيرة، بالتالي يمكن الاستفادة من خلال توقيع اتفاقية الاستفادة من التجربة التركية، بالإضافة كذلك لم نذكرها في مجال الصحة كذلك. الصحة كذلك مهمة جدا، وعدد الجزائريين الذين يتجهون إلى تركيا رقم مهم. لا نملك الرقم بملايين الدولارات، ولكن رقم يعتبر رقم مهم جدا، تحويلات مالية كبيرة الاتجاه إلى تركيا من أجل العلاج. وبالتالي يمكن المحافظة على النقد الأجنبي للجزائر هنا في الجزائر من خلال الشراكة مع الأتراك، وإقامة ربما مثل ما كان مع ألمان وربما كان مع قطريين هنا في الجزائر، إقامة مستشفى مشترك. بالتالي المحافظة على مجالات عديدة. الأستاذ أحمد الحيدوسي، أستاذ حمزة بن عون، في هذا الجانب دائما القوى الناعمة تستعمل السينما في خدمة بلدانها وفي خدمة مطابخها وفي خدمة مناطقها السياحية. ألا تعتقد أنه الآن لابد علينا كذلك تحريك هذه النقطة في الجزائر باستغلال هذه المجالات، سواء عن طريق السينما أو عن طريق المؤثرين للتسويق إلى الوجهات السياحية مثل ما تفعل تركيا؟ فعلا لا شك أن الاستثمار في هذا المجال، لأنه حقيقة الاستثمار في هذا المجال، تركيا لها تجربة رائدة في الشيء هذا، ويمكن الاستنساخ أو نقل الاستفادة من التجربة التركية في الجزائر. لا شك أنه الميدان هذا ميدان صناعة المحتوى والمؤثرين أصبح هو الشائع والرائد في مجال الميديا والإعلام والتأثير على الناس، فينبغي التركيز على استغلاله
في خدمة الاقتصاد وخدمة التنمية، سواء كان الاستثمار في المعرفة والتعليم، سواء كان الاستثمار في ميدان الصحة، السياحة، كذلك العديد من الميادين المهمة. وتحسين صورة الجزائر بصفة عامة. العديد من ربما الاتفاقيات المهمة الآن. شكرا للأستاذ حمزة بن عون المتعاون الاقتصادي، الشكر موصول كذلك للأستاذ أحمد الحدوسي المحلل الاقتصادي، ونشكر كذلك ضيفنا من تركيا الأستاذ محمد وعراب رئيس مركز العلاقات الجزائرية التركية من اسطنبول. إذن بهذا نختم هذه التغطية الخاصة. إلى اللقاء. شكرا.